والآن الفقه الميسر. برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة، أسرارها وأحكامها ومبطلاتها ومعانيها، كل ما يخص الزكوات وأنواعها وما يجب فيها ومن تجب عليه ومن تجب إليه، وكذلك أحكام الصيام، ما يجوز فيه وما لا يجوز، ما يصح معه وما يبطله، مع بيان أحوال الناس فيه من الإقامة والسفر، من البرء والمرض، وكل ما يتعلق بالحج وما يباح للحاج وما يحرم عليه، مع بيان ما يقع فيه الحجيج من أخطاء، وكل ما يتعلق بالمعاملات بين الناس. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الحبوب والثمار. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والجنات البساتين والمعروشات المسموكات المرفوعات وغير معروشات، أي وغير مرفوعات. قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يكون كالكرم والقرع والبطيخ، وأما غير المعروشات فما قام على ساق ونسق، ما كان على نظام واحد كالنخل والزرع وسائر الأشجار. والنخل والزرع مختلفا أكله، أي ثمره وطعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في النظر وغير متشابه فيه ولا في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والعثري ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل. سمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: العشر، يعني 10 من 100. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه، من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والأوسق جمع وسق،
وجمع وسق أيضا ووسق، وأصلها في اللغة الحمل، والمراد بالوسق 60 صاعا. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: تجب يعني الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. والحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك كالبر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس، ينبت بريا ومزروعا. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى ولو لم يكن قوتا، فهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وفي كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل كالفاكهة والخضروات ليس فيها زكاة، لأنها لا تكال ولا تدخر. قال كتمر وزبيب، التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فالتمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الروض المربع زيادة أمثلة، فقال كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. أفادنا قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إذا كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المصنف رحمه الله ذكر شرطين: أن يكال وأن يدخر. وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها. والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في 4 أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لا تجب إلا في هذه 4 الأشياء، لحديث ورد في ذلك. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه ضعيف. وهذا القول أي أنها لا تجب إلا في 4 أشياء رواية عن أحمد. والحق أن هذا الحديث الذي قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إنه ضعيف، هذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم. هو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، وأخذ به. والعمل عليه عنده
أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة الأشياء: في القمح، في البر، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وما سوى ذلك من الأصناف والأنواع فلا تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر. فقالوا تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. وفيما سقت السماء العشر هو حديث البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء كان يكال أو لا يكال. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه أربعة أقوال، وأقرب الأقوال في اختيار الشيخ الشارحي هو ما ذهب إليه المصنف. قال: والدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه، من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل هذا على اعتبار التوثيق، والتوثيق أي التحميل، والوسق هو الحمل. والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهي بأصواعنا على حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع النبوي 240 جراما. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تقديرا. فقال: إن صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 240 جراما من البر الجيد الرزين. قال: ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن أو عدة أوان ثم يقاس عليها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الخلاصة، فقال: والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. 5 أوسق بالكيل المصري تساوي 50 كيلة مصرية. 5 أوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ الخارج من الأرض 50 كيلة مصرية، وهي 4 أرادب وسدس إردب، 4 أرادب وسدس إردب، أي 4 أرادب وويبة كما عند المصريين، فهي 50 كيلة مصرية. إذا بلغت ففيها الزكاة. الصاع بالأرطال المصرية 4 أرطال و8 من الرطل من القمح، وقدح وثلث. الصاع قدح وثلث، أي هو 6 كيلة مصرية. والوسق بالجرامات هو 130 كيلو
جراما و56 فالخمسة 652 كيلو جراما و8 هذه الخمسة أوسق. وأما تقدير الشيخ الشارح رحمه الله فالوسق 60 صاعا، زنة الصاع النبوي بالبر الجيد زنتها 2040 جراما، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد تكون 612 كيلو جرام، فإذا بلغت ذلك ففيها الزكاة ولا زكاة فيما دون ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب أي لا يصير زبيبا، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا تركته حتى ييبس فيصير زبيبا حينئذ، فبعض العنب لا يكون كذلك مهما يبسته، فقال بعضهم لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة، وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب ولو لم يصر زبيبا. والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، فيخرج عنه زبيبا، هذا هو المذهب. والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا، فيجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فيما مر، قال: إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. هذه مسألة. الثاني: التين لا تجب فيه الزكاة على مذهب الحنابلة لأنه لا يدخر غالبا، والصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر. والثالثة الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد، لا يتحقق به شرط الادخار، فالادخار الصناعي لا يصيره مدخرا. المسألة الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقال بعض أهل العلم تجب فيه الزكاة، ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، فهو مذكور بعقب الزيتون في الآية، وهي لا تجب أي الزكاة فيه أي في الرمان عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهما، فإما أن تخرج الزكاة عنهما جميعا وإما أن تسقط عنهما جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600
من الأرطال العراقية، قدره 1600 رطل عراقي، ورطل أيضا، فالرطل بكسر الراء وفتحها، وهو معيار يوزن به أو يكال، وهو يختلف باختلاف البلاد. يعني يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر أي بالقمح الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن، لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عندنا 3 أمداد، مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كبير. والصاع النبوي بالوزن يساوي 240 جراما من البر الجيد الرزين، فتأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنت، تضع 240 جراما، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. قال الشيخ: وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة، مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وقد اعتبرته أنا، يعني نفسه رحمه الله، فأتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء. فالشيخ رحمه الله تعالى قدر هذا التقدير الذي ذكره للصاع النبوي، وهذا نافع جدا بفضل الله تبارك وتعالى في صدقة الفطر وزكاته، عندما تخرج من الأعيان كما هو الأصل ولا تحيد عنه، فكيف تصنع ذلك مع اختلاف المطعومات في صدقة الفطر؟ أنت تتخذ إناء وتجعل فيه وزنا 240 جراما من البر أي من القمح الجيد الرزين، وتنظر إلى الحد الذي وصل إليه البر في الإناء، فهذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصاع النبوي. ثم تجعل فيه تمرا إلى العلامة التي وصلت إليها، تجعل فيه أرزا إليها، إلى غير ذلك من تلك المخرجات في صدقة الفطر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن زكاة الزروع والثمار واجبة، دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأصناف التي تؤخذ منها كما مر فيما ذكره الشيخ ورجحها أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى أنه تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، وعمدته في ذلك
حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس دينهم. قال: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الشيخ في الإرواء وفي السلسلة. وقال في تمام المنة: قال أبو عبيد وابن زنجويه أو زنجويه في كتابيهما: والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم أي العنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين. ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا وزروعا وثمارا مما تخرج سواها، يعني سوى ما ذكر، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، وله فيها رأي معروف يأتي في حينه إن شاء الله جل وعلا. فالرأي الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه المصنف وذكره، وهو المذهب عند الحنابلة، لا يذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا ابن أبي ليلى ولا سفيان ولا من قال بذلك من الصحابة والتابعين، وذهبوا إلى حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي موسى ومعاذ: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فتوقفوا عند حدود هذه المذكورات. هل في العنب زكاة؟ عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب. وفي الرواية التي مرت: الزبيب والتمر. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيما مر ذكره: هذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع، ولا يضر إرساله لأمرين: الأول أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم في رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثمان، والثاني أن عبد الله ابن الوليد العدني وهو ثقة رواه عن سفيان به وزاد فيه. قال: بعث الحجاج بموسى ابن المغيرة على السواد، فأراد أن يأخذ من الخضر والبقول، فقال موسى ابن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في الإرواء. وقد سئل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هل تجب الزكاة في العنب؟ فأجاب: تجب الزكاة فيه إذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيبا، كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب. وعلى قواعد أهل العلم من أهل السنة
أنه لا تؤخذ الزكاة من الخضروات. فعن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وروى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه الشيخ في الإرواء. هل في الزيتون زكاة؟ سئل الشيخ ناصر عن الزيتون هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه، فأجاب رحمه الله: لا تجب فيه الزكاة المقننة، أما الزكاة العامة فتجب لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا بعض الخلاف فيما ذكره الشيخ رحمه الله وصار إلى ترجيح ضده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الضم، قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. أي لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة. ولا يقال إن هذا قد جذ، أي قطع ثمره وجناه قبل جذاذ الثاني، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لأنها ثمرة عام واحد. فإذا لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة. وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة أيضا، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. إذا وجبت الزكاة صارت دينا في الذمة، فإذا أخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة. فتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وأما ثمرة عامين فلا تضم. فلو زرع الإنسان أرضا في عام ثم زرعها مرة ثانية في العام الذي يليه فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. قال صاحب الروض: وتضم ثمرة العام الواحد ولو مما يحمل في السنة حملين. قال الشيخ: هذا فيه نظر، فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده في سبك مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي العامرية مزرعة تبلغ نصف نصاب، وجبت عليه الزكاة. وتضم الأنواع بعضها إلى بعض كما في البر يضم بعضه إلى بعض، ولا يقال هذا من نوع كذا وهذا من نوع كذا، فهذا كله جنس واحد. لكن لا يضم جنس إلى آخر، والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتمييز كل نوع عن الآخر. فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد نصف نصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. لماذا؟ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف. وسيأتي في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا يضم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة، أسرارها وأحكامها ومبطلاتها ومعانيها، كل ما يخص الزكوات وأنواعها وما يجب فيها ومن تجب عليه ومن تجب إليه، وكذلك أحكام الصيام، ما يجوز فيه وما لا يجوز، ما يصح معه وما يبطله، مع بيان أحوال الناس فيه من الإقامة والسفر، من البرء والمرض، وكل ما يتعلق بالحج وما يباح للحاج وما يحرم عليه، مع بيان ما يقع فيه الحجيج من أخطاء، وكل ما يتعلق بالمعاملات بين الناس. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.